تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي بعد تعادله اليوم إيجابا مع سيمبا التنزاني بهدف لمثله. السبق كان للضيوف بتوقيع متوسط ميدانه المالي ساديو كانوتي قبل أن يسجل محمود كهربا هدف التعادل للأهلي في الدقة 76. الأهلي عبر بصعوبة إلى مربع الأقوياء ليترقب المتأهل من مباراة العودة بين الترجي وتيبي مازيمبي الكونغولي يوم الخميس المقبل بملعب حمادي العقربي برادس. تأهل صن داونز الجنوب افريقي الى نصف نهائي الدوري الافريقي في نسخته الاولى عقب تعادله سلبا بملعب لوكاس ماستر بيسز موريبي ببريتوريا مع ضيفه الانغولي بيترو اتليتيكو. الفريق الجنوب افريقي ضمن بطاقة حضور المربع الذهبي مستفيدا من تفوقه ذهبا في لواندا بهدفين دون رد، وسيواجه صن داونز الاهلي المصري المتأهل سلفا على حساب سيمبا التنزاني. بغيابات وازنة وب12 لاعبا من كبار بلوغرانا فقط، تدرب اف سي برشلونة تحضيرا لاستضافة شختار دونيسك الاوكراني غدا الاربعاء بملعب الاولمبي لويس كامبانيس بالمنجويك ضمن ثالث مشاهد المجموعة الثامنة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم. البارسا سيفتقد خدمات كل من زمرته بداعي الاصابة، يتقدمهم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونغ وقلب دفاعه الفرنسي جول كوندي والجناح البرازيلي رافينيا إلى جانب جوهرته المفقودة بيدري غونزاليس. وينضم إلى طابور الغائبين قسرا الواعد غابي للإيقاف بعد طرده في مباراة دودراغاو أمام اف سي بورتو. وسيستعيد الكاتالان عن غياباتهم النوعية بمن حضر بمن فيهم نجوم لاماسيا الصاعدين. وسيسعى البلوغران لفك ملامح النحس الذي طاردهم في الشامبيونز ليج حينما حكم عليهم بالإقصاء المبكر من دور المجموعات في نسختين الأخيرتين، وهو ما سيحاول تشافي إرنانديز ورجالته تفاديه من خلال الانتصار على شختار وتحقيق العلامة الكاملة، ما قد يقرب المسافات بين البارسا وضوء خروج المغلوب. ويتصدر الفريق الكتالوني ترتيب المجموعة الثامنة ب6 نقاط وبرصيد تهديفي بلغ 6 وبشباك نظيفة، وسيحاول في مباراته العاشرة أمام الأوكران أن نسج على ذات منوال انتصاره قبل 12 عاما بهدف دون رد على منافسه الثالث ترتيبا ب3 نقاط بدفاع مهلهل استقبل 5 أهداف في أزيد من 180 دقيقة. يعد فريق باريس سان جيرمان العدة لاستضافة فريق اسي ميلان الإيطالي الأربعاء لحساب ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. الفريق الفرنسي منقوصا من الحارس كيلور نافاس المصاب يقتعد المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وهزيمة وعلى بعد نقطة واحدة من ضيفه الإيطالي. ويعتزم فريق العاصمة الفرنسية تدارك خسارة الجولة الماضية خارج الديار حين واجه فريق نيوكاسل الإنجليزي المتصدر وانهزم ب4 أهداف مقابل 1. من جهتهم الروسونيري سيدخلون المواجهة محرومين من خدمات نجم وسط الميدان الإنجليزي روبن لوفتوس لعدم تعافيه من الإصابة. فريق اسي ميلان الإيطالي يتمركز ثالثا ضمن فرق المجموعة برصيد 2 نقطة تحصل عليهما من تعادلين أمام كل من نيوكاسل الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني. في الحساب يستقبل سيلتيك بملعبه سيلتيك بارك في غلاسكو ضيفه أتلتيكو مدريد عن ثالث جولات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. الفريق الاسكتلندي خسر مباراتيه الأوليين أمام فاينورد روتردام الهولندي ولاتزيو روما الإيطالي، وسيحاول تدارك ما فاته قبل إسدال الستار على مباريات الذهاب حتى لا يحكم عليه بالإقصاء المبكر والاكتفاء بدور المتفرج داخل مجموعة تبدو متحفظة لم تبح بعد بأسرارها، خاصة أنه توج بلقب المسابقة سنة 1967 ولم يقتفي الأثر ذاته رغم علاقته التي تمتد لما يقارب 36 عاما بعد 100. أما الأتلتيكو فسيحل في ثوب المرشح بملعب سيلتيك بارك، وإن كان سيفتقد حضور مدافعه الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز والهولندي ممفيس ديباي ومدافعه المخضرم ستيفان سافيتش والجناح الفرنسي توما ليمار. ترشيح على الورق سيجعل من الكولتشونيروس الأقرب لحيازة النقاط الثلاث وبالتالي الاقتراب أكثر من التأهل إلى دور ثمن نهائي الشامبيونز ليج الأوروبية، وبالتالي ربما فضوا الشراكة مع نسور روما الذين سيحلون ضيوفا على فاينورد بملعب ديكويب بروتردام الهولندية.
ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الوطني الممتاز لكرة السلة، فاز فريق الجيش الملكي على مضيفه الرجاء البيضاوي ب75 مقابل 65 خلال المباراة التي جرت يوم الاثنين بالقاعة المغطاة التابعة لمركب محمد الخامس في الدار البيضاء. بدأ الفريقان الربع الأول من المباراة بأداء متقارب، غير أن الأفضلية فيه مالت للفريق الزائر الذي أنهاه لصالحه، لكن بفارق غير كبير 24 مقابل 20. الجيش الملكي حافظ على امتياز التقدم في الربع الثاني من اللقاء، إذ تمكن من إنهائه لصالحه أيضا، وموسعا الفارق عن الرجاء بواقع 41 مقابل 34. وفي الربع الثالث من المواجهة الكلاسيكية ظل الحال امتدادا للجولة الأولى، حينما أكد الفريق الرباطي تفوقه بإنهاء هذا الربع ب56 مقابل 47، قبل أن يوثق الجيش الملكي في الربع الأخير من المباراة تفوقه بحصة 75 مقابل 65. توجت آية العوني بطلة لدوري هيراكليون للتنس الذي نظم باليونان بعد فوزها في مباراة النهائية على الإسبانيا كلاوديا هوست فيرير المصنفة في الرتبة 602 عالميا بمجموعتين مقابل واحدة، 2-6 و6 مقابل 4 و6 مقابل 3 لعبات. وكانت آية العوني التي توجت بلقبها الأول في مسارها الاحترافي تجاوزت في محطة المربع الذهبي الدنماركية ماراغوث بمجموعتين لواحدة.